ازاي الم اللي فايتني بسرعه قبل نص السنه؟ بص كده بسرعه، انت تقريبا ناقص لك يعني حوالي 3 اسابيع او شهر على اجازه نص السنه. خلينا نقول ان هما 3 اسابيع ايا كانت المده. باختصار وبكل بساطه، انت عايز تلم الحاجات اللي فايتاك. الحاجات اللي فايتاك مهما كانت كميه الحاجات اللي فايتاك، فانت تقدر تلمها في الفتره اللي جايه دي بكل بساطه. كل اللي انت هتعمله، ولا تقعد تعمل جدول، ولا تقعد تقسم، ولا الهري ده كله، عشان انت مش هتعمل حاجه مهما عملت جداول. مش هتمشي عليها. وعد الجداول اللي اتعملت في الكام شهر اللي فاتوا يا سيدي، وبقى قابلني لو انت مشيت على جدول اكتر من يومين ثلاثة. ده انت تبقى برنس، وانا شايف ان انت عمال بتضحك دلوقتي بسبب كمية الجداول اللي انت رميتها في الزبالة. انا كنت كده برضه. بص، اسرع طريقة انت تلم بيها المناهج، هتروح جايب ورقة نظيفة كده، كاتب كل الدروس اللي فايتاك. تمام. تقعد تكتب كل الدروس اللي فايتاك، العناوين بتاعتها. كتبتها، الدنيا تمام، ولميت كل الحاجات اللي فايتاك في الورقة دي. هتبدأ بعد كده ان انت تخلص وتركز على الجديد. مهم قوي الفترة دي ان انت تركز على الجديد. سيبك من القديم ده، اركنه على جنب دلوقتي. بس اهم حاجة الجديد. اوعى درس جديد تاخده الفترة دي ما ترجعش تذاكره. ما تكررش بقى غلطات الشهور اللي فاتت. ما الحاجات اللي فايتاك دي فاتتك بسبب ان انت ركنتها، كانت جديد في ساعتها فانت ركنتها فبقت فايتاك. فانت من النهاردة اوعى تفوت حاجة جديدة. ده رقم واحد. تذاكر الجديد اول باول في نفس اليوم، عشان تذاكره بسرعة. ان الدرس بيبقى لسه في دماغك، فلما ترجع من الدرس تذاكره مش هياخد منك وقت تحل عليه طبعا. تاني حاجة، ابدأ خصص لك في اليوم ساعة او ساعتين او 3 ساعات تلم فيهم الحاجات اللي انت الحاجات اللي فايتاك، الحاجات اللي في الورقة. وما تعملش جدول وما تقسمهاش على عدد الايام. انت تيجي النهاردة انت محدد ان انت هتقعد ساعتين او 3 ساعات، هتقعد تلم فيهم اي كمية حاجات من اللي فايتاك. والله ذاكرت درس، ذاكرت درسين، اقعد اشطب. خلي الورقة دي قدامك على الحيطة كده، وكل يوم اقعد اشطب على حاجات انت عمال تخلصها. هتلاقي عقلك دايما متحفز ان انت عايز تشطب على بقية الورقة، وهتلاقي نفسك فرحان كل يوم انت عمال تشطب 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 على الحاجات اللي عمالة بتخلص دي. بعد فترة أسبوعين 3 أسابيع بالكتير من دلوقتي، هتلاقي الورقة دي كلها اتشطب على أمها خالص، وهتلاقي نفسك خلصت حاجات كتير. بس لازم تبدأ من دلوقتي، لأن أنت لو قلت أنا هنام والدنيا زي الفل وهبدأ بقى من بكرة ألم الحاجات اللي فايتاني، شكرا يا معلم بلح، أنت بقالك كتير أوي بتقول بكرة. فاوعى تبدأ من بكرة. ابدأ من اللحظة اللي أنت فيها، قوم اعمل الورقة دلوقتي، وابدأ لو حتى بصفحة، وكمل لما تصحى مفيش مشكلة. بس لازم تبدأ حالا دلوقتي عشان عقلك يفهم ان انت ابتديت خلاص، لان هو ما يفهمش يعني ايه بكرة. فيلا قوم اعمل الورقة، وخليك فرحان وانت كل يوم عمال بتشطب على الحاجات اللي فايتاك. وصدقني الفترة اللي جاية تقدر تلم فيهم اي حاجة فايتاك، ما تقلقش والله. متنساش لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وسبسكرايب على الفيديو،